عارفين مقولة اللي بيلعب قرود؟ ده بالنسبة لي ملخص حوار محمد صلاح أو تصريحات محمد صلاح اللي قالها بعد الماتش. محمد صلاح لو هنتكلم بقى في الموضوع ان جنرال من بدايته، واضح ان هو التجديد عقده الموسم اللي فات كان على عكس رغبة سلوت، لأن كمان فضلوا يمطلوا في الموضوع وهو يتكلم وهم يتكلموا مفاوضات ورايحة جاية، فواضح ان الموضوع فعلا كان على عكس رغبة سلوت. كمان مستوى محمد صلاح الموسم ده ومستوى الفرقة الموسم ده ما ساعدوش محمد صلاح انه يقدم كل ما عنده، او ان هو يفضل هو نجم الفرقة او الجمهور يفضل متمسك بيه. فبناء عليه لما سلوت قعده احتياطي ماتش واثنين وثلاثة، نتكلم على ارض الواقع، وجهة نظر مدرب هو عنده حق، وهو قال لك انا اصل هو محمد صلاح مش هيلعب في بطولة افريقيا فانا بجهز البديل، عامل حسابي ان هو مش معايا. فاعتقد ان الموضوع ده ما ساعدش محمد صلاح وساعد سلوت اكتر، وده كان واضح من نفسية محمد صلاح أو التأثر النفسي لمحمد صلاح في الحوار. ولكن محمد صلاح ذكي جدا جدا، وعرف يوصل رسائل أو يتعامل من خلال تصريحاته دي في الوقت المناسب. وصل رسائل لكل الناس، عرف يلاعب الناس كلها. يلاعب الناس كلها إزاي؟ أول حاجة كسب ود جمهور ليفربول، وكمان جس نبضهم اللي هو لما قال لك انا النادي ده انا بحبه وشفت فيه ايام حلوه، هفضل اشجعه واولادي يفضلوا يشجعوه، والجمهور ده احسن جمهور بالنسبه لي. فاذا هو طلع الجمهور بره الخناقه. تاني حاجه الحوار بيقول ان في شويه توتر بينه وبين بعض اللعيبه في اوضه اللبس، لما قال انا هفضل ادعمهم وانا بدعمهم وانا مع زمايلي، هو برضه بيحيد اللعيبه من المشكله دي او من الخناقه دي، بيطلع اطراف كده عشان يحدد اتجاهاته ايه. من ضمن الرسائل القويه في الحوار ده هي الرسائل الماركتينج او التسويق لنفسه، لما قال انا دلوقتي ده اخر ماتش ليا، انا يعتبر ده وداع للجمهور، انا معرفش اللي جاي ايه، انا رايح العب افريقيا، انا في كلام في السعوديه. فهنا بدأ يقول ان انا في افريقيا لو في عروض وفي كلام، لو في انديه عايزه، لو في حد عنده عروض يتفضل، انا هلعب افريقيا ومتاح للتفاوض مع سواء انديه سعوديه سواء مع انديه تانية. فهو اذا بيعمل ماركتنج لنفسه بعلامات استفهامه بطريقه شيك، هو مش بيقلل من نفسه. تمام. الكسبان الاكبر من التصريحات دي من وجهة نظري، واللي اقول له مبروك ويا بختك، هو الكابتن حسام حسن. ازاي بقى؟ كابتن حسام حسن آه النهارده محمد صلاح في افريقيا اللي جايه، توقعي هيبقى تحدي كبير ليه. ازاي؟ عارف ان الدنيا كلها بتبص عليه، جمهور ليفربول بيبص عليه، سلوت بيبص عليه، اداره ليفربول، الانديه اللي عايزه تشتريه، الانديه السعوديه، لو في انديه بتفكر فيه هتراقب مستواه. فاعتقد انه هيقدم مستوى البطوله دي مستوى تاريخي، مستوى ما حصلش من محمد صلاح في المنتخب من بدايته. فده هيساعد ان المنتخب ان شاء الله باذن الله يوصل على الاقل دور قبل نهائي. يبقى يا بختك يا حسام حسن بجد، انت المستفيد الاكبر من الخناقه دي ان صح توقعاتي. طبعا نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح. محمد صلاح تاريخ وقيمه، ومش على مستوى مصر بس، على مستوى افريقيا، الدوري الانجليزي، على المستوى العالمي. ف يا بخت اي فريق هينضم لمحمد صلاح، ويا بخت حسام حسن. الخناقه دي جات لك خناقه من الهوا بصراحه، وبصراحه ان شاء الله المنتخب باذن الله هيعمل بطوله قويه، ومحمد صلاح هيبقى الخطوه اللي جايه ليه خطوه استمرار زي رونالدو كده، هيعمل تاريخ جديد في مكان جديد باذن الله.